الأخ الصالح في الدنيا ينفع وفي الآخرة يشفع. الصديق من ماشى أخاه على عرجه، إن رأى سيئة وطئها بالقدم، وإن رأى حسنة رفعها على علم. من نعم الدنيا صديق صالح. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح، فإذا رأى أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به. فالعجب كل العجب من دهشة أهل النار يوم القيامة، فبينما هم في العذاب إذ يخرج من بينهم شخص إلى الجنة فيتساءلون: من شفع له؟ أبوه شهيد؟ فيقال لا. عنده عمل صالح؟ فيقال لا. هل شفع له الأنبياء؟ لا. فمن شفع له؟ فيقال لهم: صديقه الصالح. فيقولون في حسرة: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الأخوة في الله جنة معجلة ونعمة لا تقدر بثمن،